جلدك مش مجرد غلاف، جلدك أذكى نظام استشعار في جسمك. وفي بصمة صباعك دي تكنولوجيا حساسة أعقد من الكاميرا اللي بتصورني دلوقتي. جلدك مش بس طبقة بتحميك، جلدك شبكة عصبية فائقة الدقة فيها ملايين من المستقبلات، وكل نوع فيهم ليه وظيفة معينة. عندك ميسنر كورباسلز، ودي متخصصة في اللمس الخفيف، مثلا زي احساسك بنسمة الهواء اللي حواليك في الأوضة. وثانيا باسينيان كورباسلز، ودي بتحسسك بالضغط العميق والاهتزازات السريعة. وغيرها ميركلز ديسكس، ودي بقى بتاعة التفاصيل الدقيقة. هي دي السبب اللي بيخليك تعرف فرق بين مفتاح عربيتك ومفتاح الشقة وانت راجع بالليل ومش عارف تفتحها. واخيرا معانا الفري نيرف اندنجز، دي خط الدفاع الاول، جهاز الانذار اللي بيحسسك بالالم والحراره علشان لو في خطر تبعد عنه. المدهش في الموضوع كله سرعه النظام ده. في اللحظه اللي بتلمس فيها اي حاجه بايدك، الاشاره بتوصل من ايدك لمخك في اجزاء من الالف من الثانيه، اسرع من رد فعلك الواحد. فجلدك مش مجرد غلاف، جلدك ده لغه التواصل الاساسيه بينك وبين العالم اللي حواليك. تابعني عشان تعرف معلومات اغرب وامتع عن جسم الانسان.